وقد تم إبعاد بورقيبة إلى مدينة طبرقة التونسية ثم إلى يالطا، وواصل من منفاه الاتصال بالوطنيين ودعاهم إلى مواصلة النضال. فرفض إصلاحات باريس، وفي مارس سنة 54 نفي إلى الضاحية الباريسية، ولكنه لم ينقطع عن متابعة تطورات القضية التونسية. وعندما جاء مينديس فرانس إلى السلطة يوم 18 جوان سنة 54 ألقى خطابا بقرطاج يوم 31 جويلية 54 أعلن فيه عن اعتراف حكومة باريس باستقلال تونس الداخلي. وتشكلت حكومة تفاوض بمشاركة 3 أعضاء من الحزب الدستوري الجديد، وأمضيت وثيقة الاستقلال الداخلي في 3 جوان سنة 55. بعد هذه الوثيقة ظهرت خلافات في أوساط الحزب تم حسمها لصالح بورقيبة في مؤتمر الحزب بصفاقس في 15 أكتوبر سنة 55. وبعد مفاوضات بين الحكومة التونسية والفرنسية توصل الطرفان إلى توقيع بروتوكول يوم 20 مارس سنة 56 الذي يمنح الاستقلال لتونس. وتم انتخاب المجلس القومي التأسيسي في أبريل سنة 56، وكان الزعيم لحبيب بورقيبة أول رئيس له، وكلف بتشكيل أول حكومة تونسية. وفي 25 جويلية سنة 57 تم الإعلان عن النظام الجمهوري، وانتخب لحبيب بورقيبة رئيسا للجمهورية التونسية. منذ ذلك الوقت باشر المرحوم تشييد دولة عصرية وتحديث المجتمع، كما أقر مؤتمر بنزرت التعايش بين القطاع العام والخاص والتعاضدي. في السبعينيات عاشت تونس انتعاشة اقتصادية وفقا لسياسة التحرر الاقتصادي التي أرساها المرحوم لحبيب بورقيبة. المرحوم أعطى مكانة مرموقة للمرأة التونسية وفي كل الميادين. لقد كان متمسكا بالأصالة ومتفتحا على العالم الخارجي. الذين عايشوه يقولون عنه إنه كان عصريا قبل زمنه. مغاربيا المرحوم كان مع مبدأ وحدة المغرب العربي، ولكن على أسس واقعية. وقد أعطت زيارة الرئيس الراحل هواري بومدين سنة 72 إلى تونس دفعا قويا للعلاقات بين البلدين. سيادة المجاهد الأكبر، إن لقاءكم التاريخي بأخيكم الرئيس هواري بومدين لقاء تاريخي تباركه شعوب المغرب العربي، بل شعوب الأمة العربية قاطبة. فما هي في نظركم يا فخامة الرئيس آفاق هذا اللقاء العظيم؟ عرفت الإنسان صدوق وكله إخلاص وصدق للقضية الوطنية، القضية الجزائرية اللي يوضعها هو في إطارها العربي، لكن ما ينساش المصالح الجزائرية محض. مواقفه تعرفوهم من الناحية السياسية، عدم الانحياز، التعاون مع كل الدول مهما كان الأنظمة أو الإيديولوجية بتاعها، يراعي مصلحة بلاده فقط. بالطبع هذا يظهر بسيط، لكن يتطلب التحفظ، لأن في الوقت الحاضر ثم صراع كبير ما بين عمالقة، وقت اللي يسلفوا ولا وقت اللي يعطيوا ولا وقت اللي يقرضوا، ثم نوايا تحصل ولو ما تظهرش بالأول بعد تظهر. هو يحتاط باش يكون مستقل، ما عندوش ميل لا لها الشق هذا لا لها الشق هذا، ما عنده ميل إلا لما تمليه عليه مصالح الجزائر. وقع الشيء الجديد اللي تكون أثر الاجتماعات هذه اللي وقع ما بيناتنا، هو
تغيير الوضع بيننا وبين الجزائر. كنا قبل جيران علاقة بسيطة في حويجات بسيطة، ونظن أن كأن عاطين ظهرنا لبعضنا. ونظن توا تفتح المجال وحلت الثقة محل التحفظ وحلت المحبة، لأن نشعر بأن الرئيس هواري بومدين شعر بأن الشعب التونسي يحمل نحو شيء كبير من المحبة، وتأثر تأثير كبير من هذا، وشاف العمل اللي قايم به الشعب والإنجازات، البعض من الإنجازات بالطريقة متاعه، ولاحظ وجود الشبان والفتيات بكثرة، لاحظ نظافة الشوارع ونظافة الطرقات ونظافة البلاد، كل البلاد اللي يمر منها، بمعنى كونت له عاطفة نحو الشعب التونسي اللي ما كانش يعرفوا معرفة كاملة. لا محالة هو زاول بعض من التعليم بتاعه في جامعة الزيتونة، وقاد الجيش الجزائري من معقل غرديماو، بحيث يعرف غرديماو وشوية تونس، ما الشعب ما كانش يعرفوا ياسر. الآن ثم تكونت رابطة، كيف الرابطة اللي ما بيني وبين الشعب، وين يشوفوه فهمت، بومدين بورقيبة بومدين بورقيبة، بحيث شيء يسر والله. هذا بحيث هذا من شأنه يقوي وازع التعاون من الناحية الاقتصادية، من الناحية الثقافية، جميع النواحي. نهار عظيم اللي مكنني من الاتصال مباشرة بزعيم الشعب الجزائري وبرفقائه